يا بعد الدين علاقة جميلة. أنا الرجل من 30 سنة من أجمل الناس متواضع. لا أنت الدكتور نفس الشيء. شكرا طبعا. نعم. بسم الله أبدأ بأستعين. شكرا على الدعوة الكريمة طبعا. الله يعزك. يعني أنت اخترت أكابر القوم. الله يعزك. وكل واحد فيهم كان ممكن يختار مهنة أكثر سهولة وأقل صعوبة وأسرع وصولا للأمور الذروية على كل حال، لكن اخترتوا هذا الطريق وهذا شيء يزيد من مقامكم عند أهل العقل على كل حال. فأهلا وسهلا فيكم. وإن كان ما تربطنا فيكم علاقة مباشرة، ولكن كما يقول الحكماء الشرفاء أقارب أينما كان. أجوية عمرك كان عبد الله بن عباس كان يصف سيدنا اللهم صل وسلم عليه كان أجود ما يكون في رمضان. فقبل 4 سنوات قلنا طيب هل رمضان بالوضع اللي قائم الآن غير موضوع التعبد والصيام في شيء قاعد يصير؟ في هدوء تام. بالعكس كل ما جيت تحكي أحد يقول لك عقب رمضان يا رجال الناس صايمين. واصبح كأن رمضان مرتبط بالامور اللي غير منتجه او بالامور اللي فيها هدوء اكثر. فلما بحثنا الموضوع اللي قلنا هذا مو صحيح، يعني مو تاريخنا. الملك عبد العزيز انه بناخذ التاريخ من تاريخ قبل استرداد الرياض، الشهر اللي قبله كله كان يمر الربع الخالي كله. يعني يقترب الى ان وصل الى حدود الرياض. رمضان هي ممشاه، هي الزمن الذي قضاه في الشهر اللي قبله. ونزول القرآن ومعركة بدر، إذا كل أمجادنا هي أمجاد رمضانية. من هذا المنطلق قلنا طيب كيف نقدر نسخر هذا الشهر ونسخر من كلمة أجود إلى مبادرة تخدم المشروع الكبير في عسير اللي هو صعودها، إنها تكون من مصاف الأماكن المتقدمة في العالم. كيف؟ وكيف نقدر نحرك الناس في شهر ارتبط بعدم الحركة، يعني أو ارتبط يعني بعادات غير صحيحه وليس بالاصل. فقلنا طيب الانسان يتكون من ايش؟ يتكون من 3 اشياء. يتكون من عقل ومن جسد ومن وجدان. 3 اشياء فقط، ما فيك غير 3 هذول. عقلك اللي هو وعيك، وروحك اللي هي وجدانك، وجسدك اللي هو جسمك. كيف نقدر نخلي المجتمع يتحرك في ال3 امور هذه بحيث اذا تحرك فيها يحقق التوازن النفسي اللي مطلوب في الإنسان؟ فعندما يتطور الوعي ويتطور الوجدان أو يسكن الوجدان، يصبح أقرب للسكينة وتهتم بجسمك إما برياضتك ولا بأكلك ولا بالأمور، المفترض أن هالمثلث يحقق لك التوازن. فأطلقنا مبادرة أجاويد تحركت فيها كل المنطقة بكل محافظاتها، تتسم ب3 سمات. أن التخطيط مركزي، لأن المنطقة فيها مناطق متعددة، فيها البحار 150 كيلو على البحر الأحمر، فيها السهول التهامية المعروفة، وفيها الجبال السروات العريقة، وفيها الصحراء. هي المنطقة الوحيدة في المملكة العربية السعودية اللي فيها 4 أشياء في وقت واحد. وكل منطقة من المناطق هذه أهلها الكرام الفضلاء يتميزون بصفات إما في العادات ولا في القصص ولا في الهوايات تختلف عن المناطق الأخرى. إذا لابد يكون التخطيط مركزي، لكن يكون التنفيذ لا مركزي. نعطي كل محافظة ونعطي كل مركز سمات الخاصة اللي تميز فيها. هذه السمة الأولى. السمة الثانية إنه تخطيط المبادرة يكون موحد في أكثر الناس المتخصصين في المركز هذا في غرفة العمليات. والثالثة إنه تنطلق مبادرات في ال3 أشياء، في العقل، في الجسد، في الوجدان. تصور أول سنة شارك فوق 40,000 متطوع وطلع بحدود 10,000 مبادرة. معناته المجتمع كان منتظر 10,000 مبادرة، 3,000 في الوجدان، 2,000 كسور في العقل وفي الجسد. أعطيكم أمثلة منها. في الوجدان لا ينتهي شهر رمضان إلا وحيك ما في ولا فقير. لا ينتهي رمضان إلا المشكلة اللي في حيك منتهية. فكرة دوري هنا وكرة هنا لا، عملنا 50 دوري كرة قدم في منطقة آسيا، قدم وطائرة وكرة طائرة بحرية. الشيبان استغلينا القرى التراثية من أجل أن نحييها ونطورها تصبح ملتقى الرجال الكبار والشيبان
انتهت 200 قضيه مش مشكله قبليه انتهت في هالقرى هذه اللي صارت تقوم بعض. كل الدكاتره الجراحين اللي من خارج المنطقه عن طريق هيئه التخصصات الطبيه، وانا اهني هالرجل المحترم واللي كان قبله الاستاذ ايمن عبده كان قبلكم نسقنا معه عشان الاطباء اللي من منطقه عسير اللي جراحين اللي خارج المنطقه نستدعيهم في رمضان يشاركون في عمل عمليات جراحيه او اشياء تخص جزء مبادره تجاريه. السنه الثانيه ثبتنا نفس الفكره، العقل والجسم والوجدان، نثبت الفكره. ارتفع العدد من 50,000 متطوع الرياض الى 60,000. مبادرات ارتفعت الى 15,000. في صعود، المنحنى صار كذا. السنه الثالثه قلنا لا، الحين نبغى ننقل المبادره الى القيم. لابد يكون في قيم لمنطقه عسير تساعدنا في التنميه حقتها الكبيره هذه.